اقول لكم برضو شويه اخبار سريعه. ان النهارده اول اجتماع في اتحاد الكره لاختيار المدير الفني الجديد. هناك عده ملفات وفي اعتقد اسامي خلاص اصبحت على السطح، مش هقدر اقولها. ايضا برضو المدير الفني لاتحاد الكره من الكواليس هناك عده اسماء، ولكن عدد كبير من اعضاء مجلس الاداره برضو في الكواليس في عده اسماء شباب، منها احمد حسام ميدو مرشح كمدير فني لاتحاد الكره. انا ما اعرفش هو يوافق ولا لا، ده ما اتطرحش على الترابيزه، ولكن عدد كبير من اعضاء مجلس الاداره ينوي الجلسه الجايه طرح اسم احمد حسام ميدو كمدير فني لاتحاد الكره. ده الفكر وسط مجموعه من الشباب، وسط مجموعه من الجيل الجديد، وسط مجموعه من التطوير. دي الافكار اللي اتحاد الكره دلوقتي بيفكر فيها مع وجود الخبرات. يعني دي حاجات من الكواليس ولكن لم تطرح، يعني ده حاجات من الكواليس عشان ما يطلعش حد يقول ايه بس على الترابيزه الكلام ده. الكلام ده ما اتقالش او ما اتعرضش لسه. وفي اسم الكابتن محمود سعد ايضا موجود في الكواليس، وفي الشيخ طه اسماعيل كان طرح وهو الراجل اعتذر. يعني احنا بنقول لكم الحاجات اللي هي دايما مش عند حد، زي ما دايما احنا ايه كده معودينكم. عايز اقول لكم برضو ان في تخطيط او فكر برضو داخل اتحاد الكره الفتره الجايه، وهو استعانه بعدد كبير او عدد يعني لا باس بها من الشباب، او مش الشباب، الناس اللي هي الجيل الجديد، زي جيل الكابتن احمد حسن، زي جيل الكابتن حازم امام، زي جيل الكابتن هاني احمد حسام ميدو، زي جيل الكابتن هاني رمزي. يعني تغيير وجوه جديده بفكر جديد، تنفيذ مدارس اوروبيه، او النهارده ناس تكون عملت معايشات بره وجاي النهارده بتنفذ مدرسه معينه. هو ده النهارده الفكر اللي ممكن ينقلك من مرحله لمرحله ثانيه، وهو ده اللي الناس بتسعى على تنفيذه. عايز اقول لكم برضو النهارده تحيه لحكم اللقاء الحقيقه بتاع وادي دجله والمصري عمرو عايد، ايضا طارق مجدي انا اسف الداخليه. اللقاء المؤجل هو اللي عمرو عايد هيدير اللقاء، ولقاء النادي الاهلي وبتروجيت محمد الصباحي هو حكم المباراه، وعيونه هاني عبد اللطيف واحمد الفار ومجدي خاطر حكما رابعا. طلائع الجيش ايضا ودمنهور شريف رشوان هو حكم اللقاء، وشريف عوض ورجب محمد وناصر مطر.